والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل معانا العيش البيتي، لقمة نظيفة، لقمة حلوة، لقمة تحب تاكليها كده يعني تاكلي بيها اي حاجة في بيتك. انا بعزم ولادي كل فترة وبحب اعمل لهم يوم عزمهم، احب اعمل لهم العيش البيتي ده. وان شاء الله معانا مقدار المية، ومعانا مقدار الدقيق، ومعانا طبق ان شاء الله هندوب فيه معانا صباع الخميرة. هنحط صباع الخميرة في مية تكون دافية مش مية ساقعة، ومعانا نص باكو خميرة فورية برضه هنحطها مع الخميرة البيرة. وكل كيلو دي هتعمليه تحط له معلقة ملح، يعني لو 3 كيلو دي هتحطي 3 معالق ملح كبار، 2 كيلو هتحطي معلقتين كبار. بعد ما هندوب الخميرة مع الملح مع معلقة سكر، وان شاء الله بقى ايه معانا المية برضو السخنة اهيت، ان شاء الله مية دافية هنعجن بها العجين. وطبعا العجين ملوش مقدار مية، انت هتحط المية على الدقيق، تحط المية على الدقيق كده ان شاء الله، وهتفضلي معاه ايه لحد ما تلاقيه ايه بقى حلو كده في ايدك. وبعدين عجين الخبيز بيبقى طري طبعا عن عجين القرص وعن عجين اي حاجه انت بتعمليها. ويستحب بقى وانت بتعجني العيش طيري سورة لإلاف قريش إلافهم، بسم الله الرحمن الرحيم، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وان شاء الله لما تعملي العيش دوت وهتجربيه وهتاكليه هتحبي ما تاكليش حاجه تاني، مش هتحبي ان عيش الطابونه تاني، ولا هتحبي تجيبي عيش لقمه من بره تاني زي اللقمه النضيفه بتاع البيت دي. مع بعضنا كده ان شاء الله. نغيب العجين كله في الميه زي ما قلنا ايه. الدقيق ملوش مقدار، انت بس تحط في الميه لحد ما العجين كله يغيب، الدقيق كله يغيب معاكي. بس محتاج ميه تاني. ليلة في كراشي ما فيها مشكلة الشتاء والصيف ولا هذا البيت. بسم الله بسم الله. اهو يا حبايبي كده ايه كده الدقيق غاب معانا خالص. بعد ما غيبنا الدقيق كله في الميه هتبدأ تطب بقى العجين بتاعك. لازم العجين يتطب كده. لقمة جميلة حطها في الفريزر كده وتطلعيه، تسيبيه يفك كده 5 دقايق تلاقيه كأنه لسه طالع من الفرن. بعد ما غيبنا بقى الدقيق كده مع الميه وبقت العجينه جميله اهي في ايدنا، هنحط بقى معانا ايه الخميره البيره اللي دوبناها، وحبه خميره فوريه، وحبه ملح، ومعلقه سكر. العجين هتعجنيه 1.5 ساعة بالكتير قوي، هيكون خمر وهيكون بقى زي العسل. انا بحب كده على طول كل فترة
نكون نفسنا ناكل صينية سمك نخبز معاها العيش ده. في العيد الكبير الصغير نجيب الرنجة طبعا، ولازم اكون خابزة العيش ده. وفي العيد الكبير بقى عشان الفتة وكده لازم برضه اكون خابزاه. ولقمة الواحد بيبقى قاعد ياكل مش عايز يشبع من جمالها. خلصنا كده يا حبايبي مع بعضنا العجينة، وان شاء الله هنرجع مع بعض تاني ان ايه اوريكم بقى الخطوات باذن الله. يعني الواحدة مش لازم يبقى عندها فرن خبز كبير، ممكن لو عندك فرن بالكهرباء تعجن 2 كيلو كده وتعمليهم وانت قاعدة. هي العجينة كده اهي، خلي العجينة كده حلوة كده في مش ناشفة اوي ولا طرية اوي. حبة مية تاني عشان في الشتاء العجين بيحتاج مية عن الصيف. الصيف العجين بيسيح، لكن في الشتاء عادي تضطر العجينة براحتك. هنرجع بقى 4 مع بعض تاني اوريكم ايه باقي الخطوات ان شاء الله. السلام عليكم. جهزت ميه دلوقتي، انا بحب اقرصه بميه وبحط عليها حبه زيت، وبحب اقرصه بالميه ايه وعليها حبه زيت وكده. ما بحبش اقرصه ايه بالدقيق عشان الدقيق بيخلي الوش بتاعه يقشف وكده. ورشنا طبعا الرده بتاعتنا على الصواني، وايه هنقرص بقى العيش مع بعضينا. انا بوريكم هو خطوه خطوه عشان ايه ان شاء الله تبقى اي حاجه سهله عليكم كده تعملوها على طول. ممكن لو 2 كيلو هيتعملوا في الفرن اللي بالكهرباء الواحده هتعملهم على ايدها كده من غير ما تطرحها ومن غير حاجه. انا بحب اطر العجينه شويه في الشتاء عشان تشد في الشتاء عن الصيف، لكن في الصيف تخلي العجين ماسك نفسه شويه. اعمل معاكم صينيه كده اوريكم بقى ايه عشان ما اطولش عليكم. اعمل معاكم صينيه وبعد كده ايه كده انتوا هتكونوا بقى ان شاء الله عرفتوا كده وخدت بالكم. بعد كده هكمل مع نفسي بقى عشان ايه ما اطولش عليكم في الفيديو كده. كده تخلي بين الرغيف والرغيف تخلي ايه مسافه كده عشان لما يخمر ما يلزقش ببعض. بعد العجين ما خمر يا حبايبي، بعد ما سيبناه نص ساعه وكده ولعنا الفرن اهوت ايه خطوه بخطوه معايا اهو المطرحه اهو زي الملبن اهوت وبيفرد معايا على طول اهو. هتحط على المطرحه وتهز كده وتاخد وتدي في المطرحه كده اهو عشان يبقى مخصوص معاكي ومدور. ولعنا الفرن اهوت بسم الله ما شاء الله. الرغيف اهو شوف يا حبايبي العيش قلب ازاي وحلو ازاي. بسم الله ما شاء الله. لفي كده عشان يبقى كله معاكي وتاكلوا بقى والف هنا وشفا.
عايزة تلجني بقى للفتة، عايزة تطبيق كده طري، كله ماشي. برضو عليك على الريح ما شاء الله. شوف ازاي يا حبايبي. ايه رايكم بقى يا حبايبي في العيش بتاعي؟ شوفوا الرغيف بسم الله ما شاء الله قابب ازاي. بصوا بقى اهو. ايه رايكم؟ لو عجبكم بقى العيش وعجبتكم القناه ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك وتشجعوني وكده. والف هنا بقى وشوفها لاولادي بقى، والمره الجايه ان شاء الله انتوا لو طلبتوا مني اعمل لكم عيش على عناية.